بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معاكم في سادس اكسرسايز معانا. هو عايز يعمل ابلكيشن بالجافا سكريبت، هيكريت نيو سترينج. النيو سترينج انت دخلته وهيطلع لك حاجة جديدة، هي عبارة عن اول 3 حروف من السترينج ده زائد اخر 3 حروف ويجمعهم مع بعض ويطلع كلمة معينة. على سبيل المثال قلت مثلا يوسف تركي بالشكل ده، فالمفروض ان هو هيطلعه هيقول لك اول 3 حروف من هنا اللي هو اليو بالشكل ده، واخر 3 حروف من هنا اللي هي الكي، ويدخلهم مع بعض يعني يدمجهم مع بعض يطلع حاجة اسمها يو كي بالشكل ده. هنا بيقول لك must be 3 or more، يعني لازم يكون من أول 3 لأكبر عدد ممكن من الحروف. طب أقل من 3 حروف لو دخلت يو أو واي أو بالشكل ده، المفروض إن هو هيطلع لي the original string is returned، يعني هيطلع لي الواي أو زي ما هي بالظبط. طيب يعني أنا لو جيت هنا عملت جو بالشكل ده، من المفترض إن هو هيطلع لي كلمة جو بالشكل ده. تمام، اكتر من 3 حروف او من اول 3 حروف هيبدأ ان هو يعمل الميرج بتاعي. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة انا محتاج ان انا استخدم زي كده كتر عشان يقطع لي الحاجات من اول البداية لغاية الرقم اللي انا عايزه، او من الاخير لغاية الرقم اللي انا عايزه. طيب من الاول هو كده كده السلايس بيقطع من الاول. من الاخير فاكرين قبل كده في المثال اللي قبله في حاجة اسمها last index of، ويبدأ بقى في اللاست اندكس اوف ياخد الحاجة من الأخير لغاية الرقم اللي انت عايزه. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ أنا هعمل فانكشن هسميها مثلا merge مثلا كور، يعني ادمج الحروف مع بعضها، وادخل كلمة مثلا as a parameter اسمها word بالشكل ده. وأول حاجة هعملها إن أنا هتشيك من اللينس بتاعي، فأقول لو كانت الوورد دي تمام أحطها في if condition في البداية. وورد دي كان اللينس بتاعها اكبر من او يساوي التلاتة، تمام، ممكن اشيل اليساوي دي، تمام، اكبر من او يساوي التلاتة، هتبدأ تطبق بقى الكونديشن. عكس كده المفروض ان انت هترجع لي الوورد اهو ريتيرن الوورد زي ما هي. جميل. طيب لو هي اكبر من او يساوي التلاتة هتعمل ايه؟ ان انت هتعمل variable جديد هتسميه مثلا first letter على سبيل المثال، وهتقول ان الوورد دي سلايس بالشكل ده هيقطع من اول الصفر لغاية التلاتة. هو اصلا النهاية بتاعته اقل من الرقم اللي انت كتبته له بواحد، يعني المفروض هيقطع من اول صفر واحد اتنين. تمام، فانا عشان كده حطيت له 3 عشان يقطع اول 3 حروف بس. جميل، ده كده الفيرست. طيب السكند مثلا او اللاست ليتر على سبيل المثال المفروض هتعمل ايه؟ المفروض ان هي طبعا هتقطع سلايس، تمام، بس هتبدأ ان هي تمشي من الشمال او اسف من اليمين الى الشمال. تمام، فانت هتقول هنا وورد، وتبدأ ان انت داخل الاندكس دي يعني من اليمين للشمال هتبدأ ان انت تقطع الرقم لغاية -3، يعني من اول الحرف ده -1، بعد كده -2، -3. تمام، فانت كده نهايتك عند -3. المفروض ان انت هتعمل هنا return، تقول في باكتك تقول الفيرست لتر وبعديها على طول اللاست لتر، او على طول ممكن تعمل الفيرست زائد اللتر هيبدأ ان هو يحطها لك على طول. طيب انا لو جيت هنا عملت كونسول دوت لوج للميرج بالشكل ده وحطيت له مثلا يوسف تركي على طول، المفروض ان هو هيطلع لي كي. طب لو انا عملت فرونت بالشكل ده فرونت اند مثلا ديفلوبر بالشكل ده، المفروض ان هو هيطلع فوربر بالشكل ده. طيب لو انا عملت جو المفروض هيطلع لي جو زي ما هي.